وين رايحين هكذا؟ صح. لا ماذا بي يقولوا لنا وين رايحين. انهيار وبكاء وصدمة الإعلام الجزائري بعد اكتساح منتخب المغرب للفوتسال. منتخب بنما بسداسية في ثاني مباريات كأس العالم للفوتسال والدراج يفقد السيطرة على نفسه على الهواء. شاهد ماذا حصل. ولكن إذا كنت فخورا وسعيد بفوز المنتخب المغربي اليوم فاضغط إعجاب للفيديو واعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد فوز المنتخب المغربي للفوتسال الساحق على منتخب بنما في ثاني مباراة له في مشوار كأس العالم داخل القاعة ب6 أهداف، ليتصدر المنتخب المغربي مجموعته ب6 نقاط. فقد دخل على الخط الأسطورة الجزائري علي بن شيخ وأدلى بتصريحات نقلتها قناة الجزائرية الرياضية منذ قليل وقال: المنتخب المغربي للفوتسال رفع رؤوسنا اليوم في هذه المباراة، فالمنتخب المغربي أصبح منتخب عالمي في جميع الفئات وجميع التصنيفات، وكلنا اليوم نشهد أن مستوى الرياضة في المغرب أصبح جد مشرف، وهذا بفضل حنكة وشهامة المسؤولين في المغرب الشقيق، وعلى رأسهم رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع، هذا الرجل المحارب الذي أنا كجزائري أحسد المغرب عليه لأنه الرجل المناسب في المكان المناسب. وعلى رئيس الاتحادية الجزائرية التعلم منه، وكفانا حقدا وكراهية، فالجزائر متجهة للهوية ومنتخبنا الوطني أصبح منتخب منسي ولم يعد يشرفنا في أي بطولات. بينما صرح المعلق الجزائري حفيظ الدراجي وأدلى بتصريح على قناته في اليوتيوب وقال: أنا لم أعد أفهم شيء في المنتخبات المغربية، فهناك شيء غير مفهوم في هذه القضية، فالمنتخبات المغربية لم تعد تخسر في أي مباراة، ودائما نشاهد المنتخبات المغربية تفوز بنتيجة مثيرة للشكوم، واليوم المنتخب المغربي للفوتسال يفوز من جديد على بنما ب6 أهداف. فأنا أصبحت متأكد أن هناك شيئا غير طبيعي يحدث، والأمر يحتاج لفتح تحقيق عاجل من أجل وضع حد للفساد الذي أصبح يغزو كرة القدم مؤخرا. وفي النهاية شاركنا عزيزي المشاهد رأيكم في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك بقناتنا ليصلكم جديدنا.